سلام من الله عليكم. تغريدات الأمس من الأهلاويين تهاجم طلب الهلال للتأجيل، وتغريدات اليوم تطالب بالرحمة وتستنجد بالإنصاف. وهنا ردود الهلاليين: تذكير، توثيق، تساؤل، أين كنتم؟ أمامنا الآن تغريدة الإعلامي الأهلاوي وليد سعيد، يقول في التغريدة: عند طلب الهلال تأجيل مباراته أمام الأهلي بسبب مشاركته الآسيوية تمت الموافقة، واليوم من الإنصاف أن يعامل الأهلي بالمثل ويمنح التأجيل كونه سيمثل الوطن في نهائي قاري. تظهر تغريدة أخرى ترد على الإعلامي وليد سعيد، يقول صاحب التغريدة: تمت الموافقة على التأجيل بسبب طلب الهلال. لا يضحك طبعا، هذا اللي حافظ ومو فاهم. لكن اللي صار ببساطة تم رفض طلب الهلال أكثر من مرة، لدرجة أن رئيس الهلال وقتها هو بن نافل طلع في لقاء صحفي يطالب بالتأجيل وتم رفضه كذلك، ولولا الله ثم الأحوال الجوية ما كان تأجلت المباراة. تغريدة أخرى من محمد أبو هداية، يقول فيها: هل ستوافق لجنة المسابقات على تأجيل لقاء الأهلي بالهلال دون الرجوع لنادي الهلال كما فعلت سابقا ولم تنتظر رأي النادي الأهلي؟ الظروف شبه متساوية من وجهة نظري، فهل سيتساوى القرار والإجراء؟ ننتظر ونرى. رد عليه واحد في نفس التغريدة اسمه أبو نواف، يقول: الهلال والأهلي في جدة 19 سبتمبر، الأهلي وبرامديز بكأس القارات 23 سبتمبر. دارت الدنيا وحبينا ونسينا، قالها عباد الجوهر، يعني يقصد الأغنية. الأهلي رفع خطاب يطلب تأجيل مباراة الهلال، وفي آسيا 2024 الأهلي رفض طلب الهلال وجاء التأجيل غصبا عنهم بسبب الأحوال الجوية. عادت الأيام، الأهلي يطلب التأجيل بعد أن قال للهلال لا تأجيل ولا تبرير. ياه، شوف الدنيا كيف تدور، شوف التاريخ كيف يخرج أوراقه وينفض الغبار عن صفحاته. نفس القصة، نفس الأبطال، لكن الأدوار تبدلت وتغيرت وتحولت. في موسم 2024 الهلال الزعيم ممثل الوطن يطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي في الجولة 28 من دوري روشن السعودي، والسبب مباراة مصيرية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي. الهلال قالها بأدب بكل احترام: نحن نمثل الوطن وجدولنا مزدحم، نحتاج فقط بعض الإنصاف. لكن الرد أتى قاسيا. الاتحاد السعودي لكرة القدم قال لا تأجيل. الأهلي خرج ببيان: نرفض تعديل الجدول. النصر والاتحاد: العدالة أن تلعب المباريات كما هي. قالوها بوضوح، لا مجاملات، لا استثناءات، لا أعذار. لكن ما عجز الهلال عن الحصول عليه بالقرارات منحته السماء: عواصف، غبار، أسوأ أحوال جوية. الاتحاد الآسيوي يصدر قرار التأجيل بسبب الظروف المناخية في الإمارات، والنتيجة تأجلت مباراة الهلال والعين، وتأجلت معها تلقائيا مباراة الأهلي والهلال غصبا عن كل من رفض، غصبا عن كل من عارض بالأمس. المشهد الحالي موسم 2025، واليوم في موسم 2025 من يطلب التأجيل؟ الأهلي نفسه. جدول الأهلي: يوم 15 سبتمبر يلعب مع ناساف، يوم 19 يلعب مع الهلال في دوري روشن، يوم 23 سبتمبر يلعب كأس القارات مع برامديز أو أوكلاند الفائز منهم، يوم 26 يلعب مع الحزم دوري روشن، يوم 29 يلعب مع الدحيل في آسيا. طبعا جدول الضغط، نعم ظروف صعبة أكيد، أكثر من 6 مباريات تقريبا. لكن لحظة، أليس هذا بالضبط ما واجهه الهلال العام الماضي؟
أليست هذه نفس المعاناة، نفس الصراع، نفس الجبهة الآسيوية؟ الهلال مع ذلك لم يمنح فرصة التأجيل، بل هوجم وشنت عليه البيانات. رد الجمهور الأهلاوي حاليا: بعض جماهير الأهلي اليوم تقول أجل مباراتنا مع الهلال من أجل مصلحة الوطن. طيب لحظة، وين كانت مصلحة الوطن لما الهلال كان في نصف نهائي آسيا؟ وين كانت العدالة اللي كنتوا تدافعون عنها؟ هل العدالة تفصل حسب ألوان مباراة الهلال والعين؟ هل فعلا تأجلت بسبب قدرة الله أم كان قرارا رسميا؟ نقول بكل وضوح: في 16 إبريل 2024 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، العاصفة المطرية، وتعليق الأنشطة الرياضية من قبل السلطات في الإمارات. التأجيل لم يكن تفضيلا للهلال، بل كان حفاظا على السلامة. القرار موثوق في عشرات المواقع الرسمية الرياضية العربية، الشرق الأوسط، العين، بطولات الرجل، كلهم نقلوا القرار مو بس كخبر بل كحقيقة لا جدال فيها. يعني الهلال ما استفاد من مجاملة، الهلال انتصر بتدخل أقدار الله وليس بقرار الاتحاد المحلي. أستاذ وليد، يا فراج، يا مؤثر في الوسط الرياضي، جمهور الأهلي، بعض جمهور الأهلي اليوم يوجه لك رسالة من القلب عبر أكشن مع وليد. نداء من المدرج الأخضر، نداء للوطن، نداء للمصلحة العامة. اطرحها مبادرة، اجعلها قانونا غير مكتوب. أي فريق سعودي، أي اسم، أي لون، إذا شارك في بطولة كبيرة، إذا بلغ نهائي قاري أو عالمي، تؤجل مبارياته، يعطى الدعم، يمنح الوقت. معالي الأستاذ ياسر المسحل، الكرة في ملعبك، القرار قرارك، والكلمة كلمتك. والأهلي اليوم على أعتاب بطولة القارات، حلم كبير، بطولة تعني الكثير للكرة السعودية، تعني التاريخ، تعني الراية الخضراء في منصات العالم. اليوم ملعب الجوهرة، سابقا الإلماء حاليا. اليوم جدة، اليوم السعودية كلها تنتظر. ومن هذا المنبر، من بعض جمهور الأهلي، نقول لجمهور الهلال، لجمهور النصر، لجمهور الاتحاد: انسوا الماضي، انسوا الأخطاء، سامحوا، صافحوا، ادعموا، لأن الأهلي اليوم لا يمثل نفسه، الأهلي اليوم يمثل الوطن، يمثل الكرة السعودية. هي مصلحة كل الأندية، هي راية واحدة، هي كلمة واحدة: ادعموا ممثل الوطن، الأهلي، من أجل السعودية.